عارفين الجملة المشهورة بتاعت الكيف بيزل؟ اهو ده يا جماعة اللي حصل معايا بالظبط. بقالي اكتر من 10 ايام مستنيه الاوردر دوت، واخيرا جه. ومش عايزه اقول لكم بقى فرحتي وانا جايباه ورايحه البيت، بقى بمني نفسي باحلام وامال ووصفات وحاجات كتير قوي كده كنت ناويه اعملها لكم. بس قبل ما اقول لكم ايه ده وايه الحاجات اللي انا كنت ناويه اعملها والخطه بتاعتي كانت ايه، لايك وشير وتعالي بسرعه شوف انا جايبه ايه. بصوا بقى يا جماعه، انا بقالي 10 ايام طالبه الاوردر ده واخيرا وصل وجاي لي من اسماعيليه، واتمرمطت عشان اروح اجيبه. مفيش حاجه اسمها توصيل الباب للباب، لا انت بتروحي بتتمرمطي بتركبي عربيه وتوك توك وميكروباص وحوارات كده عشان تروحي موقف المرج وتجيبيه. ورحت فعلا جبته من الراجل اللي جايبه لي. طب هتقولي لي وعلى ايه العذاب ده كله؟ ما التوت التاني موجود. هقول لكم هي تفاصيل. هي كده. انا بحب التوت يا جماعه، كل اللي حواليا عارفين ان انا بعشق التوت، وعندي استعداد ان انا اجرب كل انواع التوت اللي ربنا خلقها، حتى لو همشيلها بالمشوار زي ما حصل النهارده كده. طبعا سمعت كتير قصايد شعر عن التوت العماني وقد ايه التوت العماني ما حصلش وحوارات كده، فانا طبعا كان لازم اجرب. انتوا عارفين يعني مش قادره. خدت بعضي ومشيت مشوار محترم، ورحت استلمت البوكس اللي انتوا شايفينه ده. كان 4 كيلو وسعره مش قليل، هقول لكم عليه في اخر الفيديو. وكنت ناويه بقى اعمل بقى ايه، اقول لكم حاجات كتير بقى، وكنت عماله مني نفسي بقى بوصفات وحوارات كده. المهم فتحت البوكس، ريحته كانت قلب على مانجا. اتاري المزرعه اللي انا ريحه الكرتونه بقى كانت مانجا. انا كنت فاكره التوت هي اللي طعمه مانجا وريحته مانجا، وكنت فرحانه بقى واقول توت بطعم المانجا بقى وحاجات كده. بس لا، الموضوع طلع غير كده. طلعت الكرتونه نفسها، بما ان هي جايه من اسماعيليه فاكيد الشجر ده مزروع جنب مانجا، فده فسر لي ليله يعني. المهم قعدت اكل فيه شويه من غير غسيل، وبعد كده قلت يا بت يعني كفايه تفاصيل وروحي اغسليه بقى، ما ينفعش كده. وجبته بقى يا جماعه. وعايزه اقول لكم الميزه اللي فيه بالنسبه لناس كتير هو عيب بالنسبه لي، وهقول لكم ليه. اولا يا جماعه، انا كنت حاسه ان انا باكل مربى، والله العظيم ما ببالغ. انا كنت حاسه ان انا باكل مربى، مفيش اي طعم مميز للتوت. انتوا عارفين التوت بتاعنا ليه طعم مميز كده، بمجرد ما بتاكلوه حلو كده، طعمه حلو ليه طعم يميزه. يعني لما بتاكلي خوخ بتبقي عارفه انك بتاكلي خوخ، بتاكلي مانجا بتبقي عارفه انك بتاكلي مانجا. دي مسكره ودي مسكره، بس دي ليها نكهه ودي ليها نكهه بيميزها عن التانيه. انما ده انا باكل سكر بس. يعني انا لو حبيت اعمل مربى من التوت ده انا مش هحط عليها سكر. عارفين يا جماعه لما تيجوا تاكلوا الزلابيا وبلح الشام، السكر الجازع اللي بيجزع النفس ده، هو ده بقى بالظبط. كل قصايد الشعر اللي اتقالت فيه، انا بالنسبه لي ده يا جماعه عيب مش ميزه. ما فيهوش اي طعم مميز. يعني لو انت مغمضه عينك وحد اكلهولك انت بتاكلي سكر، ما فيش اي طعم مميز ليه. فانا بصراحه يعني اللي عنده اي اقتراح اعمله بالبتاع ده، يعني حتى لو عملته عصير انا مفيش اي طعم مميز. يعني اللي يشرب عصير مش هيبقى عارف هو بيشرب عصير ايه. لو عملته مربى مش هينفع احط عليه سكر، لان اصلا حتى هو مليان سكر ومش هيبقى ليه طعم مميز. وطبعا مش هينفع اعمل منه ايس كريم لان برده ما فيهوش الطعم، هبقى كاني بعمل ايس كريم عادي تماما. فهو كده انا شايفه ان ملوش اي لازمه. لو عندكم بقى اي اقتراحات او اي اختراعات اكتبوها لي كده في التعليقات. طبعا 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 لو عجبكم الفيديو لايك وشير، واتمنى لكم كل خير، وتحياتي ليكم دايما رشا الغفير.